رودري هرنانديز كان يحلم منذ سنوات بارتداء قميص ريال مدريد، لكن المفاجأة أن النجم الإسباني أصبح لاعبا لبرشلونة. فكيف تحول حلم ريال مدريد إلى صفقة لبرشلونة؟ لماذا اختار رودري المشروع الكتالوني رغم اهتمام النادي الملكي؟ في هذا الفيديو نكشف لكم القصة كاملة. رودري من حلم ريال مدريد إلى برشلونة. رودري كان مرتبطا بريال مدريد منذ سنوات، وفي عام 2019 عندما كان لاعبا في أتلتيكو مدريد كان هناك رغبة من اللاعب في معرفة موقف ريال مدريد، لكن النادي الملكي لم يتحرك لضمه في ذلك الوقت. وبسبب عدم وجود عرض مناسب انتقل رودري إلى مانشستر سيتي، وهناك بدأت مرحلة جديدة في مسيرته. مع بيب غوارديولا تطور رودري بشكل كبير وأصبح واحدا من أهم لاعبي خط الوسط في العالم. لماذا عاد ريال مدريد للتفكير في رودري؟ في السنوات الأخيرة أصبح اسم رودري حاضرا بقوة في حسابات ريال مدريد. خبرته، قدرته على التحكم في وسط الملعب، ودقة تمريراته جعلته لاعب لأي فريق يبحث عن لاعب محور من الطراز العالمي. ومع التغييرات التي عرفها وسط ريال مدريد أصبح رودري بالنسبة للكثيرين أحد الأسماء التي يمكن أن تمنح الفريق توازنا كبيرا. لكن بحسب ما نشرته بعض التقارير الإسبانية لم يكن هناك إجماع كامل داخل ريال مدريد على ضرورة التعاقد معه، وهنا بدأت القصة تأخذ اتجاها مختلفا. برشلونة يدخل بقوة. في الجهة الأخرى برشلونة لم يكتفي بالاهتمام فقط، بل تحرك بقوة لإقناع اللاعب. النادي الكتالوني رأى في رودري لاعبا يناسب أسلوبه بشكل كبير، خصوصا بسبب قدرته على الاحتفاظ بالكرة، قراءة اللعب، والتحكم في إيقاع المباراة. كما أن أسلوب لعبه مع المنتخب الإسباني قريب من الفلسفة التي يعتمد عليها برشلونة، وهذا العامل كان مهما جدا في قرار اللاعب. هل المال هو السبب؟ بحسب التقارير القضية لم تكن مرتبطة بالمال فقط. رودري كان أمام خيارين كبيرين: ريال مدريد النادي الذي كان يمثل حلما قديما بالنسبة له، وبرشلونة المشروع الذي شعر بأنه يناسب أسلوبه وطموحاته الرياضية. وفي النهاية يبدو أن المشروع الرياضي لعب دورا كبيرا في اختياره. انتقال رودري إلى برشلونة، والآن التطور الأهم. التقارير الأخيرة تتحدث عن توصل برشلونة ومانشستر سيتي إلى اتفاق بشأن انتقال رودري إلى النادي الكتالوني. كما ارتبطت الصفقة بقيمة مالية كبيرة، لكن الأرقام تختلف من مصدر إلى آخر، لذلك من الأفضل الانتظار الإعلان الرسمي لمعرفة القيمة النهائية بشكل دقيق. وبذلك يبدو أن رودري أصبح قريبا جدا من ارتداء قميص برشلونة. ماذا يعني هذا لريال مدريد؟ بالنسبة لريال مدريد خسارة لاعب مثل رودري قد تكون مؤثرة، لأن النادي كان يستطيع الحصول على لاعب يملك خبرة كبيرة في الدوري الإنجليزي وفي دوري أبطال أوروبا ومع منتخب إسبانيا. لكن السؤال الأهم: هل كان ريال مدريد يحتاج رودري فعلا؟ هذا هو النقاش الحقيقي. فربما يرى النادي أن لديه خيارات أخرى في خط الوسط، وأن التعاقد مع لاعب يبلغ 30 عاما ليس بالضرورة أفضل قرار للمستقبل. لكن في المقابل رودري لاعب جاهز ويمكن تقديم الإضافة منذ اليوم الأول. في النهاية رودري كان يحلم بريال مدريد، لكن عندما جاءت لحظة الاختيار يبدو أنه قرر أن برشلونة هو المشروع الذي يناسبه أكثر. والآن تبدأ مرحلة جديدة في مسيرته. فهل تعتقد أن ريال مدريد أخطأ عندما لم يحسم صفقة رودري، أم أن برشلونة هو النادي الذي اتخذ القرار الصحيح؟ اكتب لنا رأيك في التعليقات، ولا تنسى الاشتراك في القناة لمتابعة آخر أخبار ريال مدريد وبرشلونة والانتقالات ومواعيد أهم المباريات.